أكيد بعد ما اتفرجت على أفلام زي افنجرز أو افاتار استغربت ازاي يتصوروا بالشكل ده. فهنتكلم النهاردة عن تقنية CGI ومؤثرات الأفلام بتتعمل ازاي. أول حاجة ايه هي تقنية CGI؟ CGI اختصار لكمبيوتر جنريتد ايمجري، يعني صور منشأة بالكمبيوتر. بنستخدم فيها برامج 3D زي 3D ماكس والمايا والسينما 4D. من خلال البرامج اللي زي دي يقدر المصمم يعمل صور وشخصيات ثلاثية الأبعاد، وبرامج تانية يقدر يضيف خلفيات تبين إن التمثيل كان في أي مكان من غير الممثل ما يسيب الاستوديو. ويقدر برضه يضيف شخصيات مش موجودة أصلا ويخليها تتحرك بشكل طبيعي، وكمان يضيف مؤثرات بصرية على كل المشاهد اللي هو عايزها. التقنية دي بدأت من زمان، من أيام أفلام زي ستار وورز سنة 1977 وفي ترمينيتور الجزء الثاني في 1991. وفضلت التقنية تتطور لحد ما وصلنا لتقنية الموشن كابشر أو تقنية التقاط الحركة. تقنية الموشن كابشر أو التقاط الحركة هي عملية تسجيل حركة جسم أو شخص وتحويلها لبيانات رقمية على الكمبيوتر، يقدر المصمم من خلالها يحرك الشخصيات بشكل طبيعي. وفي الاستوديو بيكون موجود كاميرات بتقنية الانفراريد أو الأشعة تحت الحمراء، بتكون مغطية كل جزء في الاستوديو بالأشعة تحت الحمراء اللي طالعة منها. والممثل بيكون لابس بدلة خاصة عليها عواكس زي دي، وأول ما بتصطدم الأشعة بالعواكس اللي موجودة في البدلة بترتد للمصدر بتاعها، فبيتم تسجيل الحركة اللي عملها الشخص اللي لابس البدلة، وبالتالي بتظهر على الكمبيوتر وبتدخل في برامج متخصصة. ومن هنا تبدأ عملية تحريك الشخصيات ال3D أو ثلاثية الأبعاد اللي موجودة في الفيلم على حسب الحركات اللي عملها الشخص أو الممثل اللي كان لابس البدلة. التقنية دي أظهرت لنا أفلام عملاقة زي افاتار في 2009، اللي كل المخلوقات الزرقاء اللي كانت موجودة في الفيلم دول ممثلين حقيقيين فعلا، بيتاخد حركتهم وحتى حركة تأثيرات وشهم من خلال التقنية دي. ووصلنا لأفلام زي الافنجرز اللي فيها شخصيات زي ايرون مان اللي البدلة بتاعته اللي كان بيحارب بيها معمولة بالتقنية دي، وشخصيات زي هالك وثانوس اللي اتضافت بشكل كامل بناء على حركة الممثل. وشوفوا مشهد المعركة بين ايرون مان وثانوس اتصور ازاي. You have my respect, Stark. When I'm done, half of humanity will still be alive. كده النوتة خلصت. نتمنى ان النوتة تكون عجبتكم، والى لقاء قادم.